شاب بيضحي بمستقبله وبيتسجن 25 سنة علشان ينقذ حبيبته من السجن، ولما بيخرج اكتشف انها سيدة اعمال ناجحة ومتجوزة من شخص غني. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ يلا بينا نعرف. والسيناريو بيبدأ في سجن مومباي مع مجموعة من المساجين وهما بياخدوا الوجبة بتاعتهم علشان يتغدوا، بس في الوقت ده بيظهر زعيم عصابة ضخم جدا والمساجين كلهم بيخافوا منه، وبيدخل ياخد الاكل اللي هو عايزه ومحدش بيقدر يتكلم معاه خالص. وبيروح عند بطلنا كريشنا وبيمسك طبق الاكل بتاعه وبيرميه، والمساجين بيقولوا له قول على نفسك يا رحمن يا رحيم، بس كريشنا مش بيعمل له حاجه وبياخد بعضه وبيمشي ولا اكن حاجه حصلت. وبالليل وهو نايم بيحلم بحبيبه القلب، بس بيقوم مفزوع من الحلم بتاعه. وبنعرف ان هو محبوب جدا في السجن بجانب ان هو مهندس كمبيوتر وبيصلح الاجهزه بتاعه السجن. وفي يوم واحد بينده عليه وبيعرف ان رئيس السجن عايزه، ولما بيروح له هناك بيقول له في اخبار حلوه بس انا هسيب المحامي بتاعك هو اللي يقولها لك. والمحامي بيستاذنه ان هو عايز يكلمه على انفراد، فبيوافق وبيسيبهم وبيمشي. وبيقول له انت كان محكوم عليك ب 25 سنه سجن من 23 سنه، وده بسبب انك قتلت 2، ولما قدمنا الطلب اتشال من عليك 2 وبكده انت هتخرج بكره. بس الغريبه بقى انت قدمت مذكره علشان تكمل ال2 دول، فعايز اعرف السبب. فبيقول له انا ماليش حد اخرج علشانه، وانا طول عمري كنت وحيد وعايش لوحدي في الدنيا دي، فخروجي ملهوش لازمه. ولما بيساله هو انت ليه قتلت ال2 دول، بيقول له السبب عندك في المذكره. فبيقول له طب والبنت بتسال عليك او كانت بتجيلك او حتى على اتصال مع بعض لسه؟ فبيقول له لا. فبيعرفوا المحامي ان الطلب بتاعه اترفض وان هو بكره هيتعرض على المحكمه وهياخد براءه. ولما بيساله انت هتروح فين لما هتخرج، بيقول له ده اللي بفكر فيه ومش عارف هعمل ايه. وبيسيبه وبيطلع بره، لكن وهو ماشي بيلاقي البلطجي قاعد يضرب في كل المساجين وبيكون جاب اخره منه، فبيمسكه وبيفضل يضرب فيه، بس العساكر بتفض الاشتباك اللي ما بينهم والمأمور بيأمر بحبسهم انفرادي. وبيطلع واحد من الضباط يكلم شخص اسمه جغنيش واللي بيكون صاحب كريشنا، وبيعرفوا ان كريشنا عامل قلق جوه السجن ولسه عامل مشكله ومحبوس انفرادي. فبيطلب منه هيديله تليفون ويوصله له جوه. فبيقول له دلوقتي صعب لانهم مشددين الحراسه عليه. فبيقول له هديك اللي انت عايزه بس تحل الموضوع ده، وطبعا على طول بيوافق. وبيقدروا يدخلوا له التليفون وبيكلمه، وبيفضل يزعله وبيقول له يهدى شويه وهو خلاص هيخرج بكره وبلاش يعمل مشاكل. فبيعرفوا ان هو في حبس انفراد وصعب ان حد يدخل له ومش هيشوف اي حد غير بكره، وكده كده هو خارج يعني. وبيطلب من العجوز ده يرن له على واحد اسمه مهيش واللي بيكون عايش في دبي وكان صديق كريشنا، وبيقول له انا عايز اطلب منك خدمه العمر. فبيقول له اتفضل يا حبيب اخوك. فبيقول له انا عايز لما اخرج من السجن اجيلك على دبي وتحاول توفر لي شغل وسكن. فبيقول له بس كده انت تؤمر، بس انت فاكر اول مره احنا اتقابلنا فيها؟ فبيقول له طبعا لما كنت لابس نظاره علشان تداري الخوف اللي في عينيك. فبيقول له عاش عليك. والراجل العجوز بيقول له جهز نفسه بكره علشان هيروح على دبي على طول. بعد كده بنشوف واحده اسمها فاسو وبتكلم جغنيش وبيقول لها كريشنا اتجنن على الاخر ومش عايز يخرج من السجن، وهي بتعيط وبتقول له انا عارفه السبب، وبتطلب منه ان اول ما يخرج يبعت لها رساله علشان عايزه تشوفه. وبتفتكر اخر مره شافت كريشنا لما طلب منها ما تجيش تزوره تاني نهائي، والكلام ده كان من سنين كتير. وساعتها كريشنا كان قاعد بيفتكر الذكريات من 23 سنه لما كان لسه شاب صغير وشاف حب حياته قدام عينه وهي فاسو، وكان دايما بيراقبها وبيمشي وراها علشان عايز يشوفها، واي مكان بتروحه بيروح معاها. لحد ما في يوم قرر ان هو يكتب لها ورقه فيها كلام رومانسي. وفي يوم كان في مهرجان في المدينه فبتكتب له جواب وبتحطه في قلب القله دي، بس ما قدرش ياخد الجواب لان اصحابه شدوه، وهي بتكون مبسوطه جدا. وتاني يوم بيعملوا جبل علشان كريشنا يطلع يكسر القله، بس بياخد الجواب الاول وبيكسرها وبيسيب نفسه وبينزل متدغدغ، وبيروح لها وهو متدمر على الاخر وبتتاسف له على اللي حصل له. فبيقول لها ابدا مفيش اي حاجه، اهم حاجه ان انا واقف قدامك دلوقتي. وبتبدا العلاقه اللي بينهم تتطور والحب اللي في قلبهم بيزيد اكتر واكتر. وبتساله هو ليه جه عاش في مومباي. فبيقول لها بعد وفاه والدي ووالدتي الدنيا اسودت في وشي وما لقيتش حاجه في حياتي اعملها، وانا كنت طالب شاطر جدا ومجتهد ودخلت كليه الهندسه وقررت اجي هنا علشان اكمل تعليمي وادرس حاجات كتير. وبصراحه انا بشكر القدر لان هو جابني هنا علشان اشوف اجمل عيون في الكون. وبيقعدوا على شط البحر وبيقول لها ان هو نفسه ينجح في المشروع اللي بيعمله، وده علشان يحقق حلم السنين ويسافر المانيا ويتجوزها ويكملوا حياتهم مع بعض. فبتقول له انا نفسي انا كمان بس ما اعتقدش ان اهلي هيوافقوا. فبيقول لها هو اهلك مش هيوافقوا على مهندس عايش في المانيا ووضعه الاجتماعي احسن من بلدك كلها؟ اكيد لا طبعا. فبتقول له ان هي عايشه طول حياتها علشان خاطر حاجتين، اخوها واختها، ونفسها تشوف اخوها طيار واختها تدخل كليه الطب، وده لان ابوها على قد حاله ومعتمد عليها في كل حاجه. فبيقول لها ما تقلقيش مسير احلامك تتحقق وانا جنبك هتتحقق اسرع كمان. وبيوعدها انه هيخلي باله منها وعمره ما هيسيبها، ولو حد فكر يضايقها مش هيرحمه. وبنرجع تاني لكريشنا بعد ما خلص تفكير، ولما النهار بيطلع بيجهز نفسه علشان خاطر يمشي من المكان، وبيسلم على كل الموجودين وبيكونوا زعلانين لانهم هيفتقدوا الشخص اللي معاشرينه من سنين وما شافوش منه غير كل خير. وبيمشي لحد ما بيطلع بره وشمس الحريه بتنور، وصاحبه جغنيش كان واقف مستنيه وبياخده بالحضن وبيتصوروا سوا بمناسبه خروجه، بس على طول بيبعتها لحبيبته فاسو وبياخدوا على المطعم اللي
اللي كان بياكل فيه وهو كان لسه شاب، وبيفتكر اجمل اللحظات لما صمم برنامج لصاحب المطعم علشان يعرفوا ايه اللي باعوه ايه اللي باقي وكل حاجه خاصه بالبيع والشراء في المحل. فبيقول له انت عيل ابن جنيه، فبيقول له حبيبي وبياخد بعضه وبيمشي، بس بيلاقي ان هو ناسي حاجه جوه، ولما بيرجع ياخدها بيلاقي صاحب المطعم فيه 3 حراميه مثبتينه، فبيقول له بيسيبوه علشان اللي هم بيعملوه ده مش هيوصلهم لاي حاجه، وكفايه عليه ان هو يمسك واحد فيهم ويسلمه للشرطه، والواحد ده هيجيب الباقي طبعا. فبيخافوا وبياخدوا بعضهم وبيمشوا، وبيطمن على صاحب المطعم وبياخد بعضه وبيروح على الحاره بتاعته، وهناك بينادي على واحد اسمه بايكا وبيضربه بالقلم وبيقول له هو انت مفكرني مش هعرف ان انت الحرامي اللي كنت مثبت صاحب المطعم، وبيحذره انه لو عمل كده تاني مش هيسيبه، هيسلمه للشرطه بايده. وبنرجع تاني للحاضر وكريشنا بيدخل المطعم، واول ما صاحب المطعم بيشوفه بيفتكر الماضي وبيسلم عليه وبيقول له وحشتني يا ابن الايه، وبيقول له ان جميلك اللي انت عملته فيا زمان مش هقدر اسدده باي ثمن، وده لانه غالي قوي، وبيقول له يقعد وهيعملوا الاكل اللي هو بيحبه بايده كمان. وصاحبه بيقول له ما تفكر شويه قبل ما تسيب البلد، وبعدين هتروح دبي تعمل ايه؟ انت ليك ناس كتير هنا. فبيقول له انا ماليش حد. فبيقول له خلاص اجل السفر يومين كده علشان خاطر عيالي عايزين يشوفوك لان انا مصدحهم بالكلام عنك. فبيقول له بهاتهم وتعالى على دبي. فبيقول له طب مش عايز تشوف؟ فبيقول له مش عايز اشوف حد خلاص، وكان قصده على فاسو، وبيطلب منه ان هو عايز يروح يشوف الاوضه بتاعته القديمه وياخد الحاجات بتاعته. بصراحه مش عارف حاجات اللي هتستنى واحد 23 سنه دي. المهم بيتفقوا ان هم هيقابلوا بعض، وجيغنيش بياخد بعضه وبيمشي، وكريشنا بيكمل تفكير في الماضي لما كان شغال، والمدير بيطلبه بيقول له انا اسف لان انا هقول لك الكلام ده بس انت مش هتكمل معانا في الشغل. فبيقول له ازاي يا فندم؟ انا عندي حلم ولازم احققه وانت اكتر واحد عارف ده. فبيقول له ما انت فعلا هتحققه لانك اتقبلت من ضمن الفريق اللي هيسافر المانيا. وبيقول له جهز شنطتك لان السفر هيبقى بكره. وبيفرح جدا وبيروح على المدرسه بتاعت حبيبته وبياخدها وبيروح يقعدوا في مكان، ولما بتلاقيه فرحان بتقول له هو انت خلاص هتسافر المانيا؟ فبيقول لها ايوه والمدير اللي عرفني كده بعد ما نشف ريقي، بس هي طبعا الحزن كان في عينيها لانه خلاص هيسيبها. فبيقول لها ما تقلقيش انا مسافر علشانك انت، علشان احقق حلمك الكبير وهو ان اتجوزك. وبيفضلوا قاعدين طول النهار مع بعض، وبعد ما بيخلصوا يومهم بيروحوا على المنطقه، وبتدخل هي المنطقه الاول علشان الناس ما تتكلمش، بس وهي ماشيه في 3 شباب بيخطفوها وبيدخلوها جوه مخزن وبيحاولوا يعتدوا عليها، بس بتضرب واحد فيهم وبتندع على كريشنا، واللي بيجي بسرعه بيخلص على 2 منهم وواحد بيهرب. وبنعرف ان بايكا هو اللي عمل كده لان كريشنا هانه قدام كل الشارع والناس كلها عرفت ان هو حرامي، فقرر ان هو ينتقم منه بعد ما عرف العلاقه اللي بينه وبين فاسو. وبنرجع للحاضر من تاني وجيغنيش بيقول له ان حبيبتك بره، وبيطلع يسلم عليها وبتقول له انت كنت هتسافر من غير ما تشوفني. فبيقول لها معلش بقى، وبتديله العلبه اللي كان فيها الخاتم اللي كان متقدم لها بيه، وبتقول له انت وحشتني قوي، ليه عملت فيا كده وخلتني ما اجيش ازورك السجن؟ فبيقول لها ده احسن ليا وليكي، وبيروح على مكانهم المفضل اللي كانوا بيحبوا يقعدوا فيه. فبتقول له فاكر المكان ده؟ فبيقول لها ما اقدرش انساه، ده اكتر مكان اتجمعنا فيه سوا وبيننا ذكريات كتيره. وبيقول لها طمنينا على حالك واخواتك اخبارهم ايه دلوقتي؟ فبتقول له اخويا ما قدرش يدخل الكليه الحربيه فدخل كليه الطب، واختي دخلت كليه الهندسه وخلاص فرحها الشهر الجاي، وان هي دلوقتي مبسوطه لان كان نفسها تخلي اخواتها يعيشوا حياه كويسه احسن من الحياه اللي كانوا عايشينها، بجانب ان هي بقت ست ناجحه وعندها شركه ولها فروع كتير جوه الهند وبره الهند كمان، وان هي دلوقتي متجوزه ابهاجيت شخص محترم وبيخاف عليها وبيحترمها جدا، وبيرن عليها جوزها وبتعرفه ان هي دلوقتي مع كريشنا، واللي بينصدم لما بيعرف ان هو عارف قصتهم. فبتقول له انا قبل ما اتجوز حكيت له على كل حاجه بينا علشان ما يعرفش حاجه لوحده وتحصل مشكله بينا في المستقبل، وبتعرفه ان هو معزوم عندهم على العشاء قبل ما يسافر. ولما بيوصلوا هناك ابهاجيت بيسلم عليه بس بطريقه مش كويسه في الاول، بس لما بيخلص المكالمه بيجي يسلم عليه، وبيقعدوا مع بعض وبيعرفوا ان مراته حكيت له على كل حاجه. وبنعرف ان ابهاجيت ساعد كريشنا ان هو يخرج من السجن قبل ميعاده بعد كميه المشاكل اللي عملها. ولما بيسالوا ناوي تعمل ايه؟ واكيد طبعا علاقتك بينا مش هتكون قويه لان دلوقتي فاسو ست متجوزه وجوزها غيور جدا. فبتعرفوا ان كريشنا هيسافر دبي بكره، فبيفرح جدا لان ده هيصب في مصلحته. وفاسو بتجيلها مكالمه من الشغل وكريشنا بيشكره على اللي هو عمله له طول فتره سجنه، وده جميل مش هيقدر ينساه له ابدا. فبيقول له لا انساه وانسانا احنا كمان ومش عايزك تقرب من هنا. وفاسو بتقول لهم ان عندها مشكله في الشركه ولازم تروح دلوقتي حالا. وابهاجيت بيسالوا ايه اللي حصل في الليله اللي انت قتلت فيها المجرمين؟ فبيقول له هي مراتك مش حكيت لك؟ فبيقول له ايوه بس انا عايز اسمع منك انت. فبيقول له يوم ما وصلتها ال3 خطفوها في المخزن، وقبل ما يعتدوا عليها صرخت وانا سمعتها فرحت بسرعه علشان الحقها، وضرب وتكسير هيخلي عقلك يطير، وخلصت عليهم وطلبت منها ما تجيبش سيره عن اي حاجه واكنها ما تعرفش اي حاجه خالص. فبتقول له ازاي وانا السبب؟ فبيقول لها انا اللي قتلتهم وبامرك انك تمشي وما تتكلميش في الموضوع ده تاني. فبتاخد بعضها وبتمشي وبتسمع كلامه، وبيطلع بره ومعاها الجثتين والناس بتشوفه. ولما بيسالوا عن بايكا بيقول له ده الوحيد اللي قعدت افكر فيه فتره طويله لان كنت خايف على فاسو منه جدا، بس في يوم جه زعيم العصابه ماهيش على السجن بتاعنا، وساعتها اعدائه دخلوا له بلطجيه السجن علشان يخلصوا عليه بقياده بايكا، وطبعا ده كان حلم حياتي، وماهيش طلب مني ان احميه بعد ما عرف ان انا اقوى واحد في السجن. فقلت له ما تقلقش
تقلقش ما دام انت طلبت الحمايه مني يبقى انسى ان اي حد يكلمك، ومشي الناس اللي معاك دي علشان خلاص انت هتبقى حر من النهارده، واقلع النضاره وما تخافش. وفي يوم ومهيش كان نايب بيجي واحد يفك القفل والعصابه كانت رايحه عشان تخلص عليه، بس كريشنا كان واقف لهم وقفه اسد، وفي اتنين اول ما بيشوفوه بيجروا، وبيتفضل اربعه وبيدخل عليه اول واحد وبيخلص عليه من غير كلام، والتاني بيديله واحده باي من غير سلام، والتالت نفس الكلام لحد ما بيجيله حلم السنين بايكا، وضربه من الشمال على ضربه من اليمين لحد ما بيخلص عليه، لان ما كانش قدامه حل غير كده علشان يقدر يحمي فاسو. وساعتها فاسو كانت سمعت كل حاجه، وابهجيت بيقول له مش عارف اشكرك ازاي، حتى وانت في السجن بتقضي عقوبتك بتحمي حبيبتي، وبيشكروا على اللي هو عمله، وبياخده بالحضن وبيستأذنهم علشان هو وراه سفر، وبتنزل فاسو تودعه للمره الاخيره، وبتطلع تقف مع جوزها اللي بتقول له ما كانش ليه لزوم انك تعمل حجه علشان توديني الشركه، فبيقول لها كنت عايز اعرف منه القصه بالظبط، وحكى لي نفس اللي انت حكيتهولي، بس انا برضو حاسس ان انتم مخبيين حاجه، فجمدي قلبك وقولي لي الحقيقه علشان نقفل السيناريو ده النهارده. وبتبدا تحكي له، بتقول له لما كانت مروحه الثلاثه خدوها على المخزن، وفي الحقيقه كريشنا ما سمعش اي حاجه، وحاولت انها تدافع عن نفسها، فمسكت سكينه وخلصت على واحد وزقت التاني وخبط في حديده، وبايكا لما بيشوف اصحابه مقتولين بياخد بعضه وبيهرب، وهنا كريشنا بيشوفه بيقول له مالك، فبيلاقي باب المخزن مفتوح، فبيجري بسرعه على جوه بيلاقي فاسو واقفه ومصدومه، فبياخد منها السكينه وبيقول لها انت ما عملتيش حاجه، فبتقول له انا اللي قتلتهم، فبيقول لها لا اطلعي انت بره، فبتقول له انا اللي قتلتهم، فبيقول لها لا اطلعي انت بره الموضوع ده وما تقلقيش عليا، انا مش هاخد فيهم يومين لان كنت بدافع عن نفسي، لكن انت وراكي اهلك ومسؤوليات، لكن انا وحيد وماليش حد في الدنيا. فبتسمع كلامه وبتمشي، وبعد 4 شهور بتروح للسجن وبتقول له انت ليه ضحكت عليا وقلت لي انك هتخرج، فبيقول لها انت مجنونه ده قتل شخصين، وبيقول لها اوعديني انك تبداي صفحه جديده وحياه جديده وتحققي احلامك وتنسيني وما تجيش هنا تاني للابد. ولما بيسالها لما نزلت معاه تحت اتكلمتوا في ايه، بتقول له لما نزلت تحت قلت له هو انت لازم تسافر دبي، قال انا ماليش حد هنا، فبتقول له ازاي اعتبرنا عيلتك، فقال لها اسمعي مني الكلمتين دول، اللي بينا زمان خلاص انتهى، وانت دلوقتي ست متجوزه وجوزك راجل غيور ومحترم جدا، وعلشان خاطري لازم تحترميه وما تكسرهوش ابدا، وانا هحاول افتح مع نفسي صفحه جديده وحياه جديده واعتبر اللي بينا ماضي وانتهى. فبتقول له انا مش هقدر انسى، دول 23 سنه دمروا مستقبل شاب كان نفسه يبقى حاجه وانا السبب في تدميره. فبيقول لها ما تبقيش عبيطه، انت مالكيش ذنب في اي حاجه خالص، وبعدين انا عمري ما زعلت منك ولا فكرت في ده في يوم من الايام، وكان كل تفكيري وانا في السجن انت عايشه كويس ولا لا، ولما عرفت انك خدت كارد من البنك وفتحت اول شركه وبعديها حققت نجاحات كتير كنت حاسس ان انا اللي ناجح، بس الكلام ده مش اوانه، وبيطلب منها تخلي بالها عن نفسها وبيودعها للمره الاخيره وبيسيبها وبيمشي. ودي كانت نهايه السيناريو الجميل بتاعنا. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل سيناريو جديد ان شاء الله، وشكرا.